الحديثه، الاقلام والحاجات الحديثه دي. في براشيم برضو ما ينفعش اسيب البرشام طول النهار في العربيه على الطابلون كده، والازاز طول النهار او في وقت الظهيره ده يبقى يخبط في العربيه والاعلانات. بالاسف الادويه بتفسد وتبوظ. انت بتاخد الادويه بتقول ده الادويه سليمه، انا باخد الادويه ومتكل على الله ومش عارف ايه، وحتى مش بتتابع السكر. انا بشوف ناس بتيجي تكشف مثلا عن السكر او بتتابع السكر ده، بتقيسه كل 3 4 شهور مره. مش هتخسر حاجه لما تطمن على السكر تعمل السكر عشوائي كده، مش هتخسر اي حاجه خالص. تمام؟ احنا قلنا الانسولين او التابلتس بتاعك بلاش تتعرض لاشعه الشمس الجامده جدا، والانسولين بالذات. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 6، ما ينفعش المريض، والله يا جماعه وبيحصل، وبروح الصيدليه بيبقى فيها حد، مع احترامي للكل طبعا، يبقى فيها واحد معاه دبلوم مثلا او واحد بالخبره، طبعا بيبقى شاطر، انا ما قلتش لا، بس في حاجات زي علاج الضغط، اروح اقيس الضغط في الصيدليه الاقيه واطي او عالي والدكتور كاتب لي علاج، اقول له لا، طب الصيدلي يقول لي ايه ده بقى، انا بقترح عليك اغير لك علاج الضغط بتاعك ده، وشوف الدنيا تمشي معاك ازاي، وتعالى قيس الضغط كل يومين. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش اروح لصيدلي اخليه يغير لي علاج السكر او يغير لي الجرعه بتاعته من كذا كذا. في طبيب انا ماشي معاه او بتعالج معاه لازم انا اروح له. ما بقولكش تعالى كل شهر، كل 2، كل 3، علشان ظروف الناس الحمد لله يعني ايه، ربنا يوسعها على الجميع. تعالى كل فتره اطمن على السكر بتاعك، وانت معدي قيس السكر في اي مستشفى، في اي عياده خاصه. تمام؟ ما ينفعش يا جماعه مريض السكر يقيس السكر يلاقيه واطي او عالي، او يقيسه مره واثنين وثلاثه ورا بعض كل كام يوم كده يلاقيه عالي يغير الجرعه من نفسه. لازم يرجع للطبيب بتاعه هو اللي يغير له موضوع السكر، موضوع الانسولين او البرشام اللي بياخده. تمام؟ اخر حاجه ويعني واخيرا حاجه مهمه جدا، اي تغيير انت بتحس بيه او مضاعفات في مستوى السكر او اي ظهور، لو مثلا تعب شديد جامد جدا، بتحس دايما انت بتشرب ميه كتير، دايما همدان، دايما حاسس بخمول، دايما تعبان عرقان حتى لو التكييف شغال، قيس السكر بتاعك، قيس الضغط بتاعك، اطمن على الحاجات ديت. والله يا جماعه في ناس بتخش بغيبوبه بسبب ان هي بتقول لك انا ماشيه ببركه ربنا كده، وللاسف لا بتطمن على الضغط ولا على السكر. مريض السكر يا جماعه يحاول على قد ما يقدر يشرب ميه كتير جدا، وما يتعرضش للعرق وما يتعرضش لاشعه الشمس. نصيحه لوجه الله، انا بحاول اقول كلام يعني الناس تستفاد منه على قد ما تقدر، وانا بتكلم مع الناس على قد خبرتي، بس انا من اللي بشوفه قدامي ما ينفعش